شعرك بيتساقط بشكل كبير؟ جربتي كل الحلول وما في فايدة؟ اليوم رح جاوب على أسئلتكن اللي وصلتني عن تساقط الشعر بطريقة مجربة وعلمية. رح نغطي كل اللي بتفكروا فيه، من الأسباب الخفية لتساقط الشعر للحلول الطبيعية والطبية اللي ممكن تغير حياتكن وترجع لكم ثقتكم بنفسكن. رح أعطيكم شوية نصايح مجربة ومفيدة وما بتلاقوها بأي مكان تاني، لكن ما اطلعوا من الفيديو للأخير لأنه بيجوز يكون واحد من الأسئلة هو نفس السؤال اللي عم تدوروا على جوابه. خلونا نشوف. السلام عليكم، أنا بدرة، أخصائية بالعناية بالبشرة والشعر. فلو بدك تضلي حلوة دوما شوفي الفيديوهات الموجودة بقناتي، وإن شاء الله رح تستفيدي كتير وتنضمي لعيلتنا على اليوتيوب. كمان عم ننزل على التليجرام معلومات ونصايح مهمة لجمالكن، اشتركوا فيها، الرابط رح يطلع فوق. وأول سؤال بفيديو اليوم هو من رنا. بتقول رنا: هل تساقط الشعر بشكل يومي شيء خطير؟ بقلك يا رنا ما في داعي للقلق، فتساقط 50 ل 100 شعرة يوميا شيء طبيعي، فهدول الشعرات بتكون خلصت دورة حياتهم وبدهم يتجددوا. لكن إذا لاحظتي زيادة بالتساقط أو إذا لاحظتي ظهور فراغات بالفروة فوقتها لازم تخافي وتقلقي. وإذا مو متأكدة من كمية الشعر المتساقط عندك اعملي هالاختبار. اسحبي خصلة شعر، إذا سقط أكثر من 5 شعرات بإيدك فأنت بدك علاج فوراً. السؤال الثاني من يارا. عم تقول يارا: كيف بعرف شو سبب تساقط شعري؟ ممتاز هالسؤال. أسباب تساقط الشعر كتيرة، من التوتر، من نقص الفيتامينات مثل نقص الحديد أو نقص فيتامين د، فكتير هالفيتامينات بيأثروا على الشعر. ممكن يكون التساقط بسبب التغيرات الهرمونية أو بسبب اضطرابات الغدة أو بسبب موسمي أو حتى بسبب الوراثة. بنصحك تستشيري خبير شعر أو طبيب ليحدد لك السبب ويعمل لك تشخيص، وممكن يطلب فحوصات. غير هيك رح تضيعي فلوسك ووقتك على علاجات غير فعالة. وصلنا لثالث سؤال من أحمد. عم يقول لي أحمد: هل القشرة بتسبب تساقط الشعر؟ نعم يا أحمد، القشرة بتسبب التهاب بالفروة وهذا بيؤدي لتساقط الشعر، لهيك استخدم شامبو مخصص لعلاج القشرة، وأيضا دلك فروة راسك بزيت شجرة الشاي العضوي. كمان اشرب ماء بشكل جيد لإزالة الالتهاب، وما تنسى السبرولينا لتعويض الشعر المتساقط. حطوا لي بالتعليقات مين منكم بيعاني من تساقط شديد بالشعر، أو مين منكم بيعاني من تساقط وحكي أو من تساقط وقشري. جينا للسؤال الرابع وهذا من لما. بيقول السؤال: هل قص الشعر بيقلل التساقط؟ قص الشعر ما بيمنع ولا بيقلل التساقط، لكن بيحسن مظهر الشعر وبيقلل التقصف. فإذا كان شعرك تالف فالقص بيساعد بإعادة نمو الشعر بشكل صحي. بنصحك تقصي أطراف شعرك كل 6 ل 8 أسابيع لتحافظي على صحته. وهلأ كل يلي عم تتفرجوا على الفيديو يا ترى مشتركين بالقناة ولا لسه؟ يلا اشتركوا، عم ننزل محتوى مفيد جدا، واللي متابع جديد اكتبوا لي بالتعليقات، كتير بكبر فيكن أنا. السؤال الخامس من عمر. عم يقول لي عمر: اقترحي لي أعشاب طبيعية لعلاج تساقط الشعر. حاضر تكرم يا عمر، بنصحك بهالأعشاب. 1. إكليل الجبل بيحفز نمو الشعر وبيقوي البصيلات. 2. الشاي الأخضر بيغذي الشعر فهو غني بمضادات الأكسدة وبيقلل التساقط. 3. بنصحك بالزعتر الأخضر بيحسن الدورة الدموية وبيعزز من نمو الشعر. هالأعشاب ممكن تشربهم أو تعملهم كغسول، وإذا 2 مع بعض بيكون ممتاز. مين منكم جرب إكليل الجبل الروزماري للشعر كغسول أو كزيت؟ حطوا لي تجاربكم. وصلنا لسادس سؤال بفيديو اليوم وهو كان من ندى. عم تقول ندى: هل الشامبو ممكن يضر الشعر ويخليه يتساقط؟ الشامبو الكيماوي أكيد بيضر. ليش بيضر؟ بسبب جفاف للشعر والفروة إذا كان فيه سلفات أو بارابين، لذلك استخدمي شامبو طبيعي خالي من الكيماويات. بنصحك تجربي شامبو غني بخلاصة الجانودرما، هذا بيساعد على إنبات الشعر وبيحسن من مظهره وصحته كمان. وهلأ السؤال: هل المكملات الغذائية مفيدة للشعر؟ هذا السؤال من حسن.
طبعا المكملات مفيدة، فبتعوض النقص بالفيتامينات والمعادن اللي بتكون ناقصة عنا بالجسم وبتأثر على الشعر. لكن أنا رح أحكي بأمانة وكأخصائية، المكملات قبل ما تاخدوها ضروري تكون عضوية حتى نضمن ما يكون فيها حافظات أو مواد صناعية، والنقطة الأهم تكون موثوقة من مصدر موثوق، لا أضمن إنها عضوية وطبيعية وما رح تضرني أبدا. مين ما يكون بياخد مكملات حطولي بالتعليقات شو اسم المكمل يلي عم تاخدوه. وهلأ رح جاوب على سؤال مهم، هل الشعر بيتساقط بسبب الحمل؟ هذا سؤال من منى. أهلا وسهلا فيكي يا منى، وأهلا وسهلا بكل حدا عم يحضر أو بعت أسئلة أو حابب يبعت، جاهزين لنجاوب على كل شي بيخطر ببالكن. أثناء الحمل يا منى الشعر بيكون بأفضل حالاته بسبب زيادة إفراز الهرمونات وخاصة الأستروجين، لكن بعد الولادة ممكن تحسي بتساقط الشعر بسبب انخفاض هرمون الأستروجين فبيرجع لمستواه الطبيعي. بنصحك تستخدمي شامبو عضوي لطيف طبيعي وبلسم مرطب، كمان كلي أطعمة مليانة مغذيات وما بيمنع تاخدي مكملات. الشعر بيرجع لطبيعته بعد حوالي 6 شهور لسنة من الولادة، لا تشغلي بالك. هل الشعر بيتساقط بسبب الأدوية؟ من خالد هالسؤال. نعم يا خالد، بعض الأدوية بتسبب تساقط الشعر مثل أدوية الضغط، أدوية الاكتئاب أو حبوب منع الحمل، لهيك استشير طبيب إذا لاحظت تساقط شعر بعد ما تبلش بدواء جديد، فممكن الطبيب يغير الدواء، بس لا توقف أي دواء لوحدك. انتبهوا لا تتصرفوا قبل استشارة طبيبكم. يا جماعة اتجهوا لنمط الحياة الصحي وتدريجيا رح تتركوا الأدوية. الأدوية كذبة لتخفف الأعراض لكن ما بتعالج المرض من جذوره. رح تضل الأدوية مرافقتكم كل حياتكم، وهذا يلي بدها يا شركات الأدوية، عملوها بس ليكسبوا منكم. لكن بس تبلشوا نمط صحي وتتجهوا للمنتجات الطبيعية ما رح يلزمكن أي دواء. مسؤولة عن كلامي. وهلأ رح نجاوب عن سؤال سارة. بتقول سارة، هل الشعر بيتساقط بسبب نقص الحديد أو فقر الدم؟ فأنا عندي فقر شديد بالدم ورح صير قرعة، هيك عم تقول سارة. نعم يا صديقتي، فنقص الحديد من أكثر الأسباب اللي بتسبب تساقط الشعر وخاصة عند النساء. ليش نقص الحديد بيأثر على الشعر؟ الحديد بيحمل الأكسجين وبيوصله لبصيلات الشعر، ونقصه بيضعف البصيلات. لتعويض نقص الحديد كلي أطعمة غنية بالحديد مثل السبانخ، العدس واللحوم، وأيضا بدك فيتامين سي ليحسن امتصاص الحديد، فحاولي تاكلي برتقالي أو طماطم أو ليمون مع الأطعمة الغنية بالحديد لتعززي امتصاصها. وهلأ سؤال من صديقتنا غنى، عم تقول عندي خمول بالغدة الدرقية وشعري خفيف وبيتساقط، هل هذا الخمول هو سبب التساقط؟ نعم يا غنى، صحيح، فقصور نشاط الغدة الدرقية أو فرط النشاط رح يسبب تساقط الشعر. فالغدة الدرقية بتتحكم بعملية الإيض، وأي خلل فيها رح يأثر على صحة الشعر. بنصحك تعملي فحوصات للهرمونات لتشوفي وتتأكدي من مستوى الهرمونات عندك، ولا تشوفي إذا كان عندك مشاكل تاني. إذا كان في خلل تشيري طبيب غدد صماء ليعطيك العلاج المناسب. وأنا بنصحك تضبط النظام الغذائي يكون متوازن وغني بالعناصر، فهي أول خطوات العلاج. أكل السمك كتير بيساعد بهالحالة وبيضبط الغدة الدرقية. في فيديو رح يطلع فوق عن أهمية التغذية لإنبات الشعر، شوفيه بيفيدك كتير. حاولنا نجاوب على أكبر قدر ممكن من الأسئلة المرتبطة بتساقط الشعر. إذا عندكم أي أسئلة تاني حطولنا بالتعليقات. شكرا للمتابعة، بشوفكم بفيديو جديد. سلامات.